اهلا بكم متابعين قناه مزايا. معكم ماكنزي النهارده في حلقه جديده. احنا النهارده في العمرانيه في الجيزه عند فادي خواجه تخصص المالينو. هنفرجكم النهارده على المستويات عنده هنا عامله ازاي. عنده كلاب خدت امبارح مركز اول في الشو، وفي كلاب تانية الله اكبر تبارك الله تخصص انتاج هنا وجوازات. هنفرجكم على الشغل عنده عامله ازاي، ودي بنوته كده من الشغل اللي موجود هنا. ايه الله اكبر تبارك الله الجمال كله. خليكم معانا بقى، يلا بينا. رجعنا لكم تاني مكملين معاكم عقب كنز على قناه مزايا. احنا النهارده في العمرانيه. احنا النهارده عند كابتن فادي الخواجه الله اكبر الشغل عنده تبارك الله. هنفرجكم عليه دلوقتي. كلاب مارينو وتكور ونتش. اهلا بيك يا عم فادي، عامل ايه؟ حبيبي يا باشا، حبيبي يا ابو كنز، اخبارك يا كبير؟ حبيبي ربنا يعزك. تسلم يا باشا على المقابله الجميله والله. حبيبي يا باشا، مكانك. ربنا يبارك لك يا كبير. حبيبي يا ريس. قول لي يا كبير، اولا النتائج دي انا بدات بيها المقدمه عشان خاطر الموضوع عجبني. النتائج الله اكبر عليها عسليه خالص. حاجتك يا باشا. الله يخليك تسلم. وانت كده هي فاهمه انت بتقول ايه، يعني سمعت مني الكلام الله يبارك لك يعني. فقول لي بقى دي عندها قد ايه وتفاصيلها ايه الموضوع ايه؟ دي عندها 14 شهر. تمام. دي الدم اللي فيها واخده من دمين بتوع كلاب في مصر هنا مشهورين جدا. تمام. دي تبقى حفيده ابليس من الام. تمام. وتبقى بنت الذكر اللي اسمه جاكس. تمام. فعاملين لها تركيبه كده اهوت. ابليس ده كلب مبيتي جدا، وجاكس ده كلب من فوق شربوني محروق ونص تحت كامل اسود. مطلع لنا بقى البونبونايه ديت. الله اكبر ما شاء الله. دي اسمها سوزي. اسمها سوزي. سوزي عندها 14 شهر صح كده؟ ديت اللي علقت امبارح اول في الشو. صحيح، احنا قلنا موضوع خدت مركز اول ده صح امبارح كده؟ علقت اول في الشو. فالعمر بتاعها اللي هو من كام لكام بقى العمر اللي كان معاها؟ من 9 شهور ل 18 شهر. 18. تمام. الله اكبر. خدت مركز اول. خدت مركز اول. الله اكبر ما شاء الله. هي تستاهل الله اكبر عليها. حبيبي يا باشا، حاجتك. حبيبي الله يخليك. قول لي طب انت بتقول لي ان انت قايم هنا على الانتاج صح كده؟ ده من زمان قوي. احنا اصلا بنحب الانتاج، بس مالناش ان انا اجيب حاجه وابيعها واجيب وابيع، لا. بننتج بس نقعد في المكان. تمام. ده من زمان قوي يعني. تمام. الاول اصلا كانت المزرعه دي مش بتاعت مالينو، كانت بتاعت مزرعه كلاب رد اصلا. ده اصلا بقى. طب معاك انت برضه ولا مع حد غيرك؟ انا واخويا اللي اكبر مني. تمام. تمام. ماجد اخويا دوت هو اللي كان منزل ذكر اسمه تاس ابن ستينج بطل عالم. كان في امور حفيد دك فلاش روس. ده روتات يا جماعه عشان ما نتوهش من بعض. دي كانت في البدايه بتاعت المكان هنا، كان كل ده رد بس ما كانش فيه مالينو. تمام. الدنيا بقى اتطورت معانا من 7 سنين مثلا، ودخلت في الباب بتاع المالينو دوت. من 7 سنين؟ من 7 سنين ما شاء الله. تمام. احنا يا جماعه على فكره احنا بقى لنا فتره تقريبا في اكتر من حلقه على القناه دلوقتي عن المالينو، بس احنا الغرض من العرض اكتر من مكان. بالنسبه لنا احنا بنقرب من المكان للناس. تمام. وكل واحد ليه بقى حريه الراي بقى براحته يختار المكان ده والمكان ده. احنا بنعرض عليك المزرعه، وبنعرض عليك صاحب المزرعه، وبنعرض عليك شغله عامل ازاي ومكانه. انت بقى براحتك، انت بتختار المكان ما انت عايز. انا بقول للناس اللي بتتفرج علينا يعني او اللي غاويه او متابعه الموضوع، انت براحتك ممكن تشتري من هنا او من هنا او تتعرض هنا او هنا ايا كان براحتك بالطريقه تريحك. تمام. هو الغرض من الموضوع كله ان احنا مش بنصور في مكان مع مثلا بريد واحد مثلا بنصوره حلقه واحده، لا احنا ممكن نصور اكتر من حلقه تحت دوت. ما عندناش مشكله طالما المكان مختلف من المكان ده للمكان ده. بالنسبه لي ممكن اصور فيه مش اي مشكله خالص. مكملين مع استاذ فادي. قول لي يا كوتش طيب الموضوع كمل لي بقى. انت بتقول ان انت عندك يعني اكتر من حاجه. تمام كده الموضوع عندك هنا انت بتقول ماشي على جوازات ولا انتاج ولا الكلام ده؟ لا انا بحب النوع الانتاج بس يعني مش تمام. وجوازات انا معايا مثلا ذكر بجيبه يتجوز جوازتين. في حد مثلا من صحابي حد كلمني عايز يعمل منه جوازه، ماشي اوكي. لكن تمام. مش الموضوع مش قايم بالنسبه لي بالظبط على موضوع الجوازات. الموضوع قايم بالنسبه لي على موضوع الفرخ. انا بنتج بس. صعب الفرخ بقى يا فادي صح؟ طبعا مش سهل يعني. تمام. ومراعيه للام وهي حامل وبتاخد ادويه ايه، واول 20 يوم بنديها مثلا علاج ايه عشان عدم التشوهات. طب ما تقول لي بقى واحده واحده كده، انت النتايه مثلا النهارده انت اصلا بتجوز على العمر قد ايه؟ لو حجم الكلب كويس بالنسبه لي وحاض مثلا على 11 شهر 10 شهور بجوزها. تمام. لو حجمها مش كويس بجللها الحيضه الاولانيه وبجوزها من الحيضه الثانيه. تمام. وبتمشي الدنيا ازاي بعد كده؟ بعد اول جوازه بتبدا ايه، بتعمل ايه؟ بعد ما بجوز اول جوازه ببدا ادي حاجه اسمها فوليك اسيد ديت عشان تشوهات او عشان تثبيت وكلام من دوت. دي اول مثلا 20 يوم. تمام. اول 20 يوم بعد الجواز. بعد كده ببدا ادي حاجه اسمها بريجناكير.
تمام. ده من كام، مكمل. من يوم لكام لكام؟ ده في اخر 30 يوم مثلا، بعد ما اتاكد ان الكلبه تمام وشايله ببدا بقى اديها له البيجناكير دوت مكمل غذائي ليها وللجراوي وكده، فيتامينات كويسه يعني. تمام. قبل ما الكلبه تولد ب5 ايام بيتعمل لها مزرعه بتاعت لبن، عشان لو الكلبه في عندها مشكله في اللبن، عندها صديد، عندها حاجه زي كده اهوت، الحق ان انا اعالجها، تمام. عشان لما يبقى مثلا كلبه خلاص ولدت يبقى الجراوي ما يجرالهاش حاجه، عشان وقعت في اللحظه في المشكله دي كذا مره يعني. تمام. بس وانت لسه قايل لي كمان ان في عندك حاجه، الحوار ده حاصل معاك اليومين دول. لسه حاصل معايا من قريب، مع ان انا هو ايدي في المكان 24 ساعه، لو مش ايد انا في المكان، ايد اخويا الصغير دوت او ايد اخويا الصغير التاني معايا ال 24 ساعه عايش نوت. تمام. فاكيد اللي هو ما بسيبش، انا اسف، حمام بتاع كلبي يفضل موجود. تمام. تحت منه دوت في ساعتها لازم يتشال، مفيش حاجه بتفضل زي ما هي. تمام. طب انت بتقول ان في عندك نتايه جالها صديد في اللبن، تمام. عملت ايه بقى مع الجراوي؟ جبت لهم لبن رويال بقى وحاجات من كده، وبدات اشتغل معاهم لغايه ما عملت مزرعه اللبن، وطلع النتيجه بتاعته ان انا ادي مثلا مضاد حيوي اللي هو ايه عشان يقتل لي البكتيريا اللي في اللبن. وينفع نكمل مع الجراوي معاها تاني؟ ينفع ولا؟ تكمل، بس بعديها بعد ما انت لازم تبقى متعالجها يعني. هو قال لي 7 ايام، الدكتور 7 ايام بعد ما عمل مزرعه اللبن 7 ايام ادي الاوجمانتين. تمام. بعد ما ادي الاوجمانتين 7 ايام بعد كده ببدا اعمل مزرعه ثانيه للكلبه، الكلبه تمام وما فيهاش حاجه واللبن بقى كويس 100 100، ببدا اشتغل منها عادي. مش تمام ببدا اكمل بقى باللبن الرويال بتاعي لغايه ما الكلبه تبقى تمام، وبعد كده ادخلها له. تمام. طيب قول لي بقى انت، بسم الله الرحمن الرحيم، الذكر اللي عندك اللي انت موجود اسمه برازيلي. برازيلي اللي انا خفت منه يعني، ما خفتش قوي بس خفت. وخالد خاف منه وكلنا الموضوع كبر. وانت عمال تطمني ان احنا نقعد قدامه. لا صح كده؟ هيجي يقعد معانا دلوقتي، هجيبه لك. طب انت شايف ايه، نجيبه ولا بلاش؟ لا يجي. خد تعالى برازيلي، تعالى 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 تعالى. لا تعالى هنا. طيب برازيل اصلا متجوز منه عندك ولا متجوز منه بره؟ لا بجوز منه عندي وجوز منه بره، اي حاجه كل حاجه. عادي. تعالى هنا يلا. لا وشك بقى للكاميرا وما تبقاش بارد. انت عايز تروح للكلبه بس. انا نسيت. الله يهديك الله يهديك. احنا ملبسينه كمامه بس عشان ما يغلطش معانا في حاجه يعني. عشان انا قلت له مش هعرف اقعد قدامه بصراحه. بس تعالى. الكلب خرج علينا يا جماعه. طب ما تلف وشك ادي وشك للكاميرا. كان اللي يعرف يجري يجري. لا تعالى كده تعالى كده. ادب بقى خلاص. ادب ادب ادب. فكره خالد بيصورنا وهو جوه البوكس، فقال لي هقفل على نفس البوكس ما عنديش مشكله. استي بقى استي. بس ده عنده قد ايه ده يا معلم؟ ده عنده بالظبط كده اهوت من عمر سوزي 14 شهر، سنه وشهرين باليوم. اتجوزته قبل كده؟ جوزته. فرح عندك؟ لا لسه ان شاء الله قريب يعني. ربنا يبارك يا رب. هو كان يعتبر اول حاجه ان احنا نجوزه، وبعد سنه كده اهوت بنبدا ان احنا نجوز الكلب. تمام. بس الله اكبر عليه، ذكر عسول ما شاء الله عليه. حاجتك يا باشا. ربنا يبارك حبيبي. حاجتك. متدرب هو الذكر ده؟ متدرب بس مش تدريبه عالي. كان في ذكر قبل دوت اللي اسمه يهودي، ده اللي كان تدريبه عالي قوي. ما لحقتش انا يهودي ده، انا سمعت عنه كذا. لا يهودي ده كان فظيع. في اوامر كتير جدا، ده كنت منزله من المغرب. تمام. سد داون ستي سليب تحيه جمبات بيمشي زجزاج دور حوالين نفسه، يقعد يلف هبوه، يقعد يسبيك بيعمل اي حاجه اي حاجه. وكان كلب فيه درايف عالي جدا جدا جدا. مشيته عشان اجيب معلم دوت برازيلي. ده برازيلي كسر لنا الدنيا. تعالى بقى خلاص خربت الدنيا. هو مش طايق خالد ولا طايقني. تعالى هنا هنا خلاص. ادب ادب. تعالى الله يهديك الله يهديك. اهدى بس خربت الدنيا وكسرتها. تعالى بقى اقعد بقى خلاص. ادب ادب ادب. تحت تحت. ادب 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 يا تحت. قول لي طب انت عندك اقامات هنا؟ عندك هنا اقامات؟ لا مش بستلم اقامات. ما تستلمش اقامات؟ لا ممكن نستلم كلاب تدريب، بس الكلاب تكون بتاعت ناس حبايبنا. بتدرب اصلا انت؟ بدرب بس انا مش متفرغ للتدريب قوي، عشان انا ببقى متفرغ للانتاج. اكتر. الوقت ضيق. بس في معايا حد برضه شغال بيستلم كلاب تدريب. تمام. من الالف للياء يعني، حد متخصص في كده. يعني اللي عايز يجي عن طريقك انت وانت بتسلمه الكلب؟ لا ما هو هنا هو بيدربه هنا عندي في المكان. ما ده اخ صغير برضه ليا بس شغال معايا هنا هو التدريب بس. فهمتك كده. شغال تدريب بس هنا في المكان. تمام بس. طب انت الكلاب دي بتهجم والكلام ده ولا نتفرج الناس على حاجه؟ بتهاجم والكلام ده؟ طبعا. نتفرج الناس على اي حاجه من الكلام ده؟ طبعا اللي انت عايزه. طيب يا جماعه احنا لسه معاكم، هنفرجكم على اي لقطه كده من اللي بتحصل هنا. احنا شفنا حاجات قبل الكاميرا، حاجات غريبه، فاحنا هنشوف يعني نشوف اي حاجه منها تاني بس قدام الناس. يلا بينا. يلا باشا.
يلا بينا. دي يا جماعه دي البنوته سوزي، دي نتايه هتفرجوا عليها وهي بتمسك في الدرع. يلا فادي. تعالى انت بقى خدها يلا. الله ماشي عاشه بس. خلاص اوت بس. اوت 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 اوت. لا تسيب بقول لا اوت سيب لها هتسيب. سيب لها بس. خلاص اوت. خلاص سيبهولها بقى سيبهولها بس خلاص. بس خلاص بس. خلاص اهدي اهدي. يلا يلا يلا. تعالي تعالي تعالي. ايه جود. تليفونك بره صح؟ جود. تعالى هنا خد سيد يلا سيد نو سيد سيد سبيك ستاي نو ستاي ستاي سبيك سبيك. جود جود بوي جود. تعالى يلا ده وكده يا سيف يلا. وده مستورد؟ مستورد ايه ده؟ ده جزائر. مستورد جزائر. ده ابوه بطل المكسيك، ابوه واخد اول مكسيك. ده يا جماعه ده جرى 4 شهور ونص. مستورد جزائر. ابن اول مكسيك، ابوه واخد اول مكسيك. جود جود. جود. جرى 4 شهور ونص يا جماعه يمسك الدراع. الله اكبر. سيبوله 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 بس. اناف 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 اناف. ويسكي. دي فادي بيقول لي عليها صاحبه المكان دي. دي ست الكل. دي الاسطوره هنا. دي بتاعته من زمان يعني. دي فرخه اصلا من زمان وخلاها وخلاها عنده حطيت فين يا سيف وعايز اقول يا جماعه ان في جراوه ان شاء الله منها اليومين دول صح يا فادي؟ باذن الله ربنا ييسر باذن الله على خير. ولادها اولاد الذكر اللي اسمه يهودي المغربي. الله اكبر ما شاء الله تبارك الله. بس زي ما انت زي ما انت. دي يا جماعه طبعا احنا مستخبيين جوه احنا. ده يا جماعه دماغها مفوته. اوت 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 اوت. سيد يا والله. سيد سيد نو اتاك. نو نو. جود خد خدي نو. خد يلا جود. يلا بوكس. سيد سيد. جود. شاطره. ممكن بقى تدخلها عشان انا اخرج؟ لا اطلع يا باشا ما تقلقش جوه يلا. هي الكرة بتاعتها فين يا سيف؟ الكرة على الترابيزه. ماشي. الترابيزه جوه صح؟ ارزع في الارض ارزع في الارض. خليك انت ماسكها يا سيف انا خليها تشد انتباهها لينا. دي مستورده ولا محلي؟ لا دي مستورده جزائر بوراها كامل. راح فين؟
جماعه 5 شهور، مستورده جزائر. ما شاء الله، الله اكبر الله. ودي انتايه يا جماعه، دي انتايه بقى يا فادي. دي نتايه مستورده اوكرانيا، تمام. عندها بالظبط 10 شهور. 10 شهور، عندها 10 شهور بالظبط. تمام. 10 شهور. ما اتجوزتش لسه قبل كده؟ لا لسه. لسه، ربنا ييسر الحال. انتهي مستورده اوكرانيا 10 شهور. احنا لسه عند فادي الخواجه يا جماعه. لما احنا متصور على سطح برضه عشان نبقى احنا ايه مكملين لسه مسيره الاسطح يعني اللي احنا طلعنا فصورنا عليها. ما شاء الله، الله اكبر، ما فيش سطح طلعنا عليه ما فيهوش ابطال. الله اكبر، ربنا يبارك للجميع يا رب. يا جماعه ده كارست برازيلي هيمسك الدرع مع فادي. ما شاء الله. سيبه يمسك الكلب، سيبوش. احنا يا جماعه مكملين لسه معاكم. احنا بقى هنفرجكم على شكل البوكسات عند فادي هنا. الكلاب كده احنا جربنا كل كلب بمسكه الدرع بالشكل العام بتاعه بره البوكس. هنفرجكم بقى على البوكس نفسه من جوه وشكل الكلب وهو قاعد جوه البوكس. ومع كابتن فادي لسه. قول لي يا كوتش حبيبي يا معلم. دي احنا قلنا الخمس شهور تقريبا صح؟ 5 شهور اللي هي مستورده جزائر اللي مع الباسبور والميكرو شيب بتاعتها والحاجات بتاعتها. تمام 5 شهور. تمام تمام. احنا في حاجه يا باشا في اللي احنا صورناها دي بتخرجها ولا دول بتوعك خاصين؟ لا ممكن حاجه مثلا زي اللي هي الجروال 5 شهور ديت بطلعها. ممكن مثلا برازيلي دوت باخد منه جوازتين برده وبطلعه كده يعني. الاسعار بقى متاحه دلوقتي ولا لما حد يكلمك تقول له في التليفون احسن؟ لا عادي، ممكن اللي هو اكلمك في اسعار حاجات زي كده اللي هي ال5 شهور دي. ممكن اكلمك في حاجه زي ال5 شهور. سعرها كام دي؟ سعرها 26000. 26 مستورده. بس دي عشان دي مستورده مع باسبور بتاعها مع الميكرو شيب بتاعها. تمام. بس طبعا زي ما انت عارف النهارده اصلا السعر كام بتاع دولار او حاجه زي كده عشان احنا بنستورد حاجه من بره يعني. تمام. فده كده السعر اللي انا بقوله ده كمان في متناول الجميع يعني. ما شاء الله. تمام الله اكبر. طيب وهنا دي انتايه؟ دي صامبا اللي هي عندها 10 شهور اللي هي الاوكرانيا. تمام. تمام. اللي بعد كده دي سوزي. سوزي. سوزي العسل دي اللي انا صورت بيها في الاول. ديت اللي امبارح خدت اول في الشو. ما شاء الله عليها ما شاء الله. دي اللي هي تبقى حفيده ابليس من الام وبنت جاكس صريحه على طول. سوزي. تمام. عندها دي احنا قلنا 14 شهر. 14 شهر صح؟ 14 شهر. وده العسل بقى ده مكسيكي. اسمه ايه؟ مكسيكي. مكسيكي. ده عنده 4 شهور ونص. تمام. ده مع ورق جزائر وابوه واخد اول مكسيك. تمام. ده مستورد الجزائر. ما شاء الله. ده مش بتبيعه طبعا. لا ده انا جايبه ان انا انيه اوقف بطل بقى. ما شاء الله. مشروع بطل باذن الله يعني. الله اكبر، ربنا يبارك يا رب. حبيبي يا باشا. وهنا بقى دي ويسكي يا جماعه. دي ويسكي. دي المجنونه. دي هوبا. بس ويسكي عندها بتاع 3 سنين تقريبا دلوقتي صح؟ هتتم 3 سنين شهر 2 يوم 25/2. دي انتاجك انت؟ انتاجك؟ دي
دي صاحبه المكان. تمام دي فرخه انا اصلا بقى، يعني ده اصلا انا فارخها. تمام. بس. وده الرخم. ده برازيلي. ده الرخم برازيلي. ده عيان بس مفوت بس. انا عايزك انت تيجي كده انا قلقان من الصراحه. ما تخليكش جنب ويسكي، خش جوه. تمام. تعال هنا تعال. بقى اخر حاجه هنا. هتيجي انت خالد، معلش انت هتيجي الناحيه دي كده عشان افتح لك انا هنا، ولا هتيجي معاك هتشوفها؟ طيب. دي لمبوده برضو اللي امبارح خدت اول في الشو. اخرجها لك ماشي. تمام. لا تمام، هيجيبها هتيجي معاك، ما تقلقش منها، ما تخافش. دي عسل خالص ما شاء الله. هاديه دي يا خالد كده. دي هاديه يعني ايه، في تلك الاحوال كده ممكن تبقى النوتي الاحسن ليها ان هي تبقى هاديه. طبعا. من موضوع حته فرخ عشان فرخ وبتاع، والكلام وبالنسبه ده. لي انا عشان راجل بنتج، فمش لازم يكونوا يعني كفايه ديت واحده الله مجنونه يبين، أيوة. كفايه ديت وكفايه سوزي. لا سوزي كمان عاقله قوي بقى، يعني انا اللي بتسمع خلاني الكلام. سوزي بتعور وبتعض وكل حاجه، وتشتغل على دراع بس وامشه انا ما وعلى خفتش منها، بدله. عرفت اتعامل معاها. انت طمنتني فعرفت اتعامل معاها. هي اجتماعيه. اجتماعيه ويسكي اجتماعيه، بس مش يعني مش قوي. تمام. اجتماعيه اللي هي تطلع وتقعد في وسطنا عادي ومالهاش دعوه بيك خالص. أيوة. وتقعد جنبينا ستي خلاص مالهاش دعوه بحد. تمام. بالكلمه في كل حاجه. انت لما نزلت وسبتنا مع دقيقتين لوحدنا كده، كانت هيبرت علينا وهي قاعده، احنا كنا قاعدين في امان الله ما بنتكلمش. مجرد ما انت خرجت من هنا هي بقى اتحولت عشان علينا. انتم مش غربه عنها، اول مره تشوفكم في المكان، فلازم ان هي تبقى عامله القلق دوت. ليها حق تبقى صاحبه المكان. هي دي فعلا صاحبه المكان. هي مصروف عليها. دي صاحبه المكان. الله اكبر، ربنا يبارك. ودي احن كلبه يعتبر برضو عندي. ما شاء الله. احن كلبه في خلفه، احن كلبه في انتاج، احن كلبه في كل حاجه. الله اكبر. وبتطلع عيالها مجانين خالص، مش يعني في جراوي منها ان شاء الله، ربنا ييسر باذن الله. في جراويكم منها قريب، هي والذكر اللي اسمه يهودي اللي انا لسه مخرجه دوت. تمام. كان محطوط عندي على الصفحه برضو الكلب دوت بفيديوهاته بتدريباته بكل حاجه. ما شاء الله. تمام. وديت عيالها بقى منتشرين، الخلفه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها منتشرين في مصر. ما شاء الله. في منها في بورسعيد، في ويسكي منها في كذا القاهرة. كذا حد سمى ويسكي على اسمها. لا هنا هوت في العمرانيه في بتاع 7 8 ويسكي ولادها. في بتاع 7 8 ويسكي. وفي ناس اخواتي في المطريه برضو مربيين من عيالها مسمين ويسكي. ما شاء الله. الله اكبر. ناس كتيره بسبب اللي هي فيه ده. ايوه. هي محبوبه بسبب انها مهيبره وكلبه شقيه جدا يعني. تمام. الله اكبر. ربنا حبيبي يا باشا، حاجتك. ربنا يبارك لك يا رب. تسلم. الله يبارك. طب احنا هنقول لك بقى ان احنا اللي هيجي لك عن طريق قناه مزايا، عن طريقنا، هيبقى ليه عروض وليه دنيا وليه اسعار مختلفه. ده اكيد طبعا. ليه الدنيا كلها تحت رجليك. حبيبي فادي، ربنا يخليك. تسلم. حبيبي يا يا باشا. جماعه احنا عند فادي الخواجه هنا في العمرانيه في الجيزه. انا اول مره اجي مكان فادي هنا، بس الله اكبر ما شاء الله عليه تبارك الله، الشغل عنده محترم. فرجناكم. اللي محتاج حاجه بقى يكلم فادي، ورقم التليفون هتقول بس رقم التليفون بعد اذنك. اقوله لك دلوقتي يعني 011 5800 1375. تمام قوي. رقم التليفون هيبقى موجود برضه على الفيديو. طول الفيديو كده هيبقى بيظهر استريبات كده. هيبقى الموضوع ان شاء الله يعجبكم. اتمنى نكون عملنا حاجه مظبوطه. طب هنقول حاجه كده نبذه صغيره عن موضوع الاكل، عشان خاطر انا كنت طلبت منه الموضوع دوت، وانا فعلا قول لي يا كبير الموضوع بص هنا يا باشا، انا لما باجي اعمل مثلا خلطه بتاعه الاكل بتاعتي، بتبقى مكونه من لحمه وفراخ وخضار وكرشه، وبيتحط معاهم سمك. تمام. وبيتحط معاهم نشويات، وبيتحط معاهم كميه قليله جدا من الرجول بتاعه الفراخ، عشان ديت فيها اعلى نسبه جيلاتين للكلب. فانا ببقى بدي كميه بروتين ونشويات، بديله كده خلطه كلها مع بعضيها ني في ني وبتتفرم. تمام. الاكل بقى انت بتعمله بتبيعه للناس ولا بتعمله لمزرعتك بس؟ لا ده انا بعمله لنفسي. انا بقول الوصفه بتاعت الاكل اللي عايز يعمل بيها يعمل بيها، ربنا يصلح له حاله. انا بعمل وصفه الاكل ديت، وينفع ان الواحد يصور الكلب مثلا بتاعه دلوقتي ويمشي على النظام الغذائي دوت 30 يوم، وبعد كده يشوف الكلب شكله عامل ازاي، من شعرايه، من جسم، من عظم، من كل حاجه. ما شاء الله. من كل حاجه. تمام. وبعدين السمك اصلا اللي احنا بنجيبه اللي هو السمك الماكريل، وده بتحط برده نسبه معينه منه على وجبه الاكل عشان ما توقعش شعر الكلب. تمام. نسبه معينه للكلب عشان ما توقعش شعره، ما يضرش. يعني انا بفيدك بس مش هضرك. واللحمه طبعا بتدي بروتين، فراخ فيها برده بروتين. الخضار ده طبعا شيء اساسي للكلب. ممكن بقى ان انا بضيف معاه رز او عيش. تمام. رز اللي هو مسلوق، او عيش اللي هو معمول سوري في ميه كده اهوت يبوش، وبعد كده يتعمل مع الفرمه اللي انا عاملها. أيوة. بص هو في منها زي اكياس زي كده اهوت. دي تعتبر وجبه كده جاهزه. دي كده وجبه جاهزه. ده كده بتاخد
بتاخد الكميه بتاعت الرز او بتاخد الكميه بتاعت العيش، وبديها لكل كلب مثلا كيس او كيس ونص في اليوم مع الحاجه بتاعته، مع الرز او مع العيش. انت عندك مفرمه اصلا خاصه بيك هنا ولا انت لا بتفرم بروح بره؟ افرم عند ناس صحابي. تفرم بره مش عندنا مفرمه لا. تمام. وبتبقى كده ده مثلا دي كده كيس، ده وجبه كلب مثلا معين؟ اه ده كده وجبه كلب، ده كده كيلو. كيلو بالظبط. تمام. بيتحط مثلا عليه بتاع ربع كيلو رز او ربع كيلو مثلا عيش، وده بيبقى كميه كويسه للكلب عشان ده كلب مالينو. فطبعا الكلب المالينو لازم يكون فيه شويه رشاقه. ايوه بالظبط. ما ينفعش يكون الكلب برده تخين قوي. بالظبط كده. ايوه تمام. الله اكبر، ربنا يبارك يا معلم. حبيبي. الله ينور يا باشا. وصفه الاكل يا جماعه سمعناها برضو، لو حد حابب يعمل وصفه الاكل دي، انا شايف الموضوع هنا، شفته قبل التصوير ما شاء الله، هو عامل موضوع جامد يعني. تمام. اتفرجنا على الكلاب المالينو عند فادي الخواجه. الله اكبر يا باشا، ربنا يبارك لك. حبيبي يا باشا، حبيبي انت شرفتني وانا اتنورت بيك بامانه، تسلم لي، ربنا زدتني شرف يعني. تسلم لي ربنا حبيبي يا باشا، الله يبارك لك. تسلم لي. استنوا في حاجات جديده جايه ان شاء الله كتير. كان معاك ابو كنزي عن قناه مزايا، كنا عند فادي الخواجه في العمرانيه في الجيزه. الشغل الله اكبر عليه تبارك الله، ربنا يبارك للجميع يا رب. ربنا يصلح حالك يا كبير حبيبي يا ريس. كله. حبيبي يا باشا.